السيده دارت العمليه في شهر واحد ودارت المعاينه في كازا في شهر 4 وقال لها طوي ما عندك حتى شي مشكل الحمد لله الامور ديالها تمام 100%. دونك السيده كانت كتواصل معايا لا هي ولا راجلها وباقي علاقتي معاهم زوينه، راه تمشى في الكروسه على الكرسي، يعني السيده اصلا كانت مريضه فهمتوني، ماشي السبب ديال تكميم المعده. دابا نتوما جايين كتهضروا عليا انايا بدون دليل بدون وثيقه بدون ولا شيء. اعطوني الدليل بان هاد السيده ماتت بتكميم المعده. حتى شي طبيب ما خرج قال راه بسبب تكميم المعده، طبيب واحد اللي خرج قال بان تكميم المعده ماشي هي اعراض المرض ديالها في شهر 4، يعني من بعد 4 شهور من عمليه تكميم، هي دارت عمليه تكميم في شهر 1 من بعد 4 شهور قال بان اعراض ديال المرض ديالها ليس له علاقه بعمليه تكميم المعده. دونك بيان سور غادي نوقف مع ولدها هادي بلا ما تقولوها ليا، ما بالك انا ولدها هو ولدي فهمتي، ولدها هو ولدي. راه انا كنعيط لماماها ما كتجاوبنيش، اون فوا جاوبني ماماها وغنهضر معاها، ري ليا واللي ورينيش غادي ندير. انا متعود كنوقف مع الناس ومتعود انا عندي ناس داير لهم شهريه، فاكيد الا قبلت الام ديالها بالمبادره ديالي علاش لا، ما فيها حتى شي مشكل. ونزيدكم واحد الحاجه تعطي بها خوتي باش نكونوا واضحين، لانه ما يمكن السيده دارت العمليه في شهر 1 ودارت المعاينه في كازا في شهر 4 وقال لها طوي ما عندك حتى شي مشكل الحمد لله الامور ديالها تمام 100%. دونك السيده كانت كتواصل معايا لا هي ولا راجلها وباقي علاقتي معاهم زوينه، راجلها باقي كيتواصل معايا. انا الام ديالها ما كانش عندي النمره ديالها، يلا جبت النمره ديالها وعيطت لها ما جاوبتنيش، عاودت عيطت لها ما جاوبتنيش، صيفط لها ميساج كتسنى تجاوبني فهمتوني. انا ما تجي حتى شي، انا ما كناكلش الحق ديال الناس. لا 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 المشكل ديال السيده مسكينه اللي ماتت الله يرحمها تتقولوا بان ماتت بالتكميم، ما نجيكم من الاخر، السيده ما ماتتش بالتكميم صافي، ما ماتتش بالتكميم، السيده ماتت كان ديجا دارت اكسيدون. الناس اللي كيفهموا الناس اللي كيشافوهم من قبل عارفين بان السيده كانت مريضه والسيده دارت اكسيدون والسيده كتجي على الكرسي وجات عندي وكبرت بها هي وراجلها، كان بينا حب كان بينا صداقه كان بينا تفاهم وخص هذاك التيبو يعاود لكم. صيفط لها الفيتامينات صيفط لها الفلوس، كل مره نسول فيهم اشنو بغيتوني ندير اشنو بغيتوني ندير مثلا شنو غنمشي انا واحد المرض فيها ماشي المرض ديالي نوض انايا شنو غادي نتكلف بها انايا. فينكم نتوما ملي كان السيد كيطلع في اللايف تيقول لكم عاونوا مرتي تقولوا لي سير السعاي واش ما بغيتيش تحشم حتى ماتت عاد وليتوا تهضروا. كان عليكم مسكين هو منين كان تيهضر تيقول لكم عاونوني في اللايفات، علاش ما عاونتوش؟ علاش ما ضمنتوش معاه عطيتو الفلوس يداوي مرتو؟ كان تيقول لكم السبيطار غاليه، علاش ما تعاونتوش معاه؟ ما قدرتوش. مين دارت عندنا شهرزاد باطمه، دارت عندنا بدي انت اللي حافظاهم الناس اللي داروا عندنا تكميم المعده، هذيك اميمه مرقص لا هذيك قلتها، عواطف ديال الرباط اللي عند الشركه ديال كيران، امراه اعمال ناجحه. زيد هذيك فاطمه مقبره الغفران. زيد هذيك الصغيره شكون هي اللي ولداتها هي اللي كان باباها في الحبس، يسرى. اش تقولوا ليها؟ هذيك يسرى حتى هي دارت عندنا تكميم معده. زيد كاينين بزاف داروا، فكري معايا. وصال وصال اللي كتبيع قويلبات اللي من طنطان، وهذيك دخلوا شوفوا ديروا وصال كوسميتيك ودخلوا تشوفوا كيفاش ولات لاطاي عندها ما شاء الله. تحيه لك من هذا المنبر اختي وصال. زيد شكون بزاف شوفوا غير هادو تشوفوا لاطاي كي ولات لاطاي تكميم المعده. اش دارت وصال؟ وصال دارت النيف ودارت تكميم ودارت السنان.